لبن، سمك، تمر هندي، انسى إنك تشوف أداء تاني من النادي الأهلي في ظل الفرقة اللي إحنا شايفينها وفي ظل المدرب اللي إحنا شايفينه، من الأداء والشكل العام والشكل الباهت اللي إحنا شايفينه. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بأفضل حال، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. آآ من المرات القليلة اللي باشوف فيها النادي الأهلي مش لاقي نَفْسه، مش لاقي كلمة النادي الأهلي يا جماعة على تيشيرت النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي، مش أي لعيب يستاهله. خلّيني أتكلم بكل صراحة معاكم، كلنا اتفرجنا على المباراة، كلنا شايفين أداء النادي الأهلي عامل إزاي، فرقة النادي الأهلي عاملة إزاي. ياستروب مش قادر يوظّف اللعيبة في أماكنها الصح. ياستروب أنا من وجهة نظري كفاية عليه كده، مش هيدّيك أكتر من كده. هو جاب يعني جاب الخلاصة، جاب آخره مع الفرقة. خلّينا واضحين وخلّينا نتكلّم بالعقل. شايف اللعيبة مش واقفة في مراكزها، لعيبة مش قادرة تدّي أكتر من كده، لإن هي اللعيبة أصلًا شكلها مش مرتاح أصلًا معاه. ياستروب النهارده بيقول إحنا كفاية كده، كفاية النادي الأهلي يعني شكرًا يا باشا ومشّيه، وإحنا عماد النحاس يعني أنت ما جبتوش، مشّيت عماد النحاس وسِبته يعني وجبته، ما هو ما عملش حاجة جديدة، هو ما ضافش حاجة جديدة للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيفوز على سموحة 1-0 بأداء باهت، بأداء أنا شايفه يعني أداء زفت، زفت والله، آسف على اللفظ بس هو زفت. النادي الأهلي النهارده بيبدأ المباراة الشوط الأول يعني في كام ملحوظة شُفتها في الشوط الأول أنا عايز أتكلّم فيها. أنا هاتكلّم النهارده في الأخطاء اللي أنا شُفتها، أنا مش هاتكلّم على أداء النادي الأهلي، إحنا ما شُفناش أداء، مش هاتكلّم على كورة النادي الأهلي ما شُفناش كورة، شايفين لعيبة متوظّفة في أماكن غلط، شايفين يعني حاجات كتيرة غلط جوّه الملعب، وإحنا بنتفرّج كده يعني والله العظيم لو بنتفرّج على دورة رمضانية كُنّا اتمتّعنا أكتر، كُنّا اتمتّعنا أكتر، خلاصة يعني، الخلاصة. النهارده بنشوف مصطفى شوبير والكورة يعني أو خط الدفاع بتاعنا يا جماعة، إحنا محتاجين خط دفاع مش يعني يتأسس من أول وجديد، ألِف ب كورة يتأسس، أقسم بالله يتأسس ألِف ب كورة دفاع في النادي الأهلي. النهارده الكورة بتوصل لمصطفى شوبير يعني أو مهاجمين نادي سموحة بيوصلوا لمصطفى شوبير بأسهل ما يمكن، كور سهلة يا جماعة بتعدّي من عند بيكهام، بتعدّي من محمد هاني، بتعدّي من أي حد بسهولة جدًا، بسهولة جدًا، بسهولة جدًا، بسهولة جدًا. ودي أول المشاكل اللي أنا شايفها في النادي الأهلي، واللي أنا المفروض أصلًا يعني أنا مش عارف يعني حد من الإدارة بيتفرّج على الفرقة، أنتم بتشوفوا الفرقة، بتشوفوا الخطوط عاملة إزاي ما بين اللعيبة، بتشوفوا اللعيبة منسجمة والّا مش منسجمة، شايفين ياستروب ده بيقدّم أي حاجة؟ ما فيش أي حاجة، شايفين مسافات ومساحات ما بين اللعيبة بطريقة غير طبيعية، بطريقة غير طبيعية. النهارده أنانية بن شرقي مع هاني في بعض الكور، النهارده أنت شايف بن شرقي أولًا بن شرقي مش محطوط في مكانه الصح، بن شرقي حطّه ناحية الشمال يا جماعة وسيبوه، هو عارف هو هيعمل إيه، هو أكتر حتّة ليه هيقدر يفيد بيها النادي الأهلي بن شرقي ناحية الشمال، أنت النهارده موظّفه ناحية اليمين يعمل إيه وينيّل إيه؟ مش هيدّيك حاجة، مش هيدّيك حاجة، مش هيدّيك حاجة خالص، أقسم بالله ما هيدّيك حاجة خالص. النهارده محمد هاني والمساحات اللي ما بينه وما بين بن شرقي وما فيش انسجام، لإن مش حتّة بن شرقي، مش حتّة بن شرقي، محمد هاني مش هيقدر يدّيك، مش هيقدر يحرّك لك محمد هاني محمد هاني مش هيقدر يحرّك بن شرقي بالطريقة الصح، مش هيقدر يحرّكها له بالطريقة الصح، ودي يعني يستروب أنا شايفه هو يا جماعة مش هيدّي أكتر من كده، هو ياستروب مش هيدّي أكتر من كده، فإحنا ما نتعشّمش في ياستروب أكتر من كده، وإدارة النادي الأهلي اللي أنا شايفها المفروض يعني تبدأ تفكّر في ملف جديد لمدرب للنادي الأهلي. النهارده ما فيش جماعية بربع جنيه في اللعب، بربع جنيه كده جماعية لعب ما بين اللعيبة ما فيش، ما فيش. النهارده ما بتشوفش جملة بتتعمل صح جوّه أرض الملعب. ما فيش جملة بتتعمل صح، دي أنا شايفها برضه من الحاجات اللي أنا مش شايف يعني كابتن وليد صلاح الدين والله ودي نقطة أنا هاجي له فيها، يعني أنت ما بتشوفش المُطوشة يعني ما فيش يعني بعد الماتش ما بيخلص كده بتتفرّج على المباراة دي يا جماعة بتعيدوها تاني، بتتفرّجوا على شكل النادي الأهلي، بتتفرّجوا على شكل النادي الأهلي ما فيش جماعية،
مفيش جماعيه في اللعب، مفيش جماعيه بربع جنيه في اللعب، اقسم بالله ما في جماعيه، واللعيبه بعيده عن بعضها، وفي مساحات وفي مسافات، في بلاوي، في بلاوي اقسم بالله. النهارده في الدقيقه 30 وكره بالعمري العالميه يا جماعه، الولا بالعمري ده اقسم بالله فرده تقيله قوي جوه النادي الاهلي. النهارده بالعمري انا مش ياستروب على فكره من الاخبار اللي كانت متداوله ان ياستروب اصلا مش مقتنع بيه. يعني ده حرفيا والله ياستروب ما كانش مقتنع بالعمري. بالعمري النهارده فرده تقيله قوي يا جماعه، فرده تقيله قوي. بيستلم صح، وشه في الملعب صح، بيدي الكرة صح، بيطلع بالكرة صح، الستارت بتاعه اصلا جامد قوي، هياكل اي مدافع. بالعمري النهارده عالمي. وتاكر ربنا يعني النهارده يعني بركات رمضان معاه ان هو كمل على الكوره، وان هو اصلا ما كانتش الحته دي ما كانتش فيه اصلا، يعني الحته دي ما كانتش في اوتاكا، ما كانش بيكمل على اي كوره. النهارده كمل وربنا كان معاه ووفقه وجاب جون. يعني يعني الجون ده انا هحسبه بالعمري على كل اللي عمله. النهارده الدقيقه 47 يا جماعه، فرصه لنادي سموحه ان هو يقدر يوصل لمصطفى شوبير بكل سهوله. الكره بتتلعب بينيات عاديه خالص يا جماعه، ويقدر يوصل نادي سموحه النهارده. وصل بكذا كوره، والله العظيم لو كام لعيب فايق جوه نادي سموحه هيخلصوا الماتش، اقسم بالله اقسم بالله هيخلصوا الماتش. النهارده انت بتشوف عك داخل الصندوق، اقسم بالله عك داخل الصندوق. بيكهام مش واقف صح، اللعيبه مش واقفه صح، هرتله جوه الصندوق. يعني الف به كوره تطلع بالكوره صح، تبازي اللي عندك، تبازي اللي جنبك، تشتت كوره. ما فيش يا جماعه عك كروي زي ما بيقولوا، اقسم بالله عك كروي، عك كروي. يستروب نفسه عامل ازمه لنفسه، اقسم بالله يستروب نفسه عامل ازمه لنفسه. يعني انت النهارده مخرج امام عن المباراه، يعني مخرج امام عاشور عن المباراه، عشان اصلا انت امام عاشور يا جماعه يعني اما بيبقى في نص الملعب بيقدر يتحرك، وبيبقى المركز بتاعه في نص الملعب اخطر من ان انت تحدفه ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. اقسم بالله يا جماعه اقسم بالله. النهارده بتتكلم في لعيب. انت اولا امام عاشور خسره جوه المباراه، امام عاشور انت مطلعه بره المباراه اصلا. بن شرقي الحته اللي انا كلمتكم فيها اكتر مركز هو هيقدر ياثر فيه، بن شرقي ناحيه الشمال، ناحيه الشمال. انا كاتب كل الحاجات دي عندي كده بملاحظات، لان انا شفت عك كروي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، لو جبت عيل في مدرسه كوره قول له يا عم اقعد كده كده بص الملعب كده شوف اللعيبه دي، هيقول لك بهيم اللي ماسك الاهلي. اقسم بالله يقول لك بهيم اللي ماسك الاهلي، ان هو حاطط لعيبه مش في مراكزها. يعني انت عندك النهارده امام عاشور انت بتطلعه بره المباراه اصلا، بتطلعه بره المباراه مش مركزه. عندك بن شرقي انت مش مستغله، مش مديله المهام اللي هو يستاهلها او يلعب عليها جوه الملعب. هو مركزه الاساسي ناحيه الشمال يا باشا، حط بن شرقي ناحيه الشمال وسيبه. انت خسرت النهارده امام وبن شرقي. انت طول الوقت عمال تجري ورا الكوره، طول الوقت فرقه النادي الاهلي عماله تجري ورا الكوره لحد الشوط الاول ما خلص، لحد الشوط الاول ما خلص انت عمال تجري ورا الكوره. النهارده عك يا جماعه اقسم بالله غير طبيعي غير طبيعي. النهارده انت بتبدا الشوط الثاني، المفروض احنا شوط اولاني في اخطاء. يا ستروب شايف ان في اخطاء، وشايف ان اللعيبه نفسها عندها ديفوهات كتيره جدا. ابدا الشوط الثاني واقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب تكون الدنيا اتظبطت. اول الشوط الثاني دقيقه خالد الغندور لو مركز شويه لاعب سموحه اقسم بالله كانت الكره دخلت الجون. انتوا بتقولوا ايه ما بين الشوطين للعيبه؟ المفروض انتوا في اخطاء، الاخطاء دي ببدا اركز عليها، الاخطاء دي ببدا اقول للعيبه محلل الاداء اللي قاعد والله في كذا 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 واحنا نبدا نشتغل على كذا. انتوا فين بقى؟ انتوا فين وشايفين ايه احنا مش شايفين؟ يعني احنا اصلا في الملعب يعني قاعدين بره نتفرج على الماتش شايفين فيه عك كروي، شايفين فيه عك كروي. صامويل امادي بتاع سموحه كوره من ناحيه اليمين عدى من بيكهام بكل سهوله. لو الفرصه دي جت او كملت بهدف اقسم بالله اقسم بالله الماتش ده كان يخلص 2-1 3-1 لسموحه. بيكهام من ناحيته في شوارع، في شوارع من ناحيته، شوارع.
بيكهام يا جماعه خط دفاع زي ما اتكلمت في الحته دي وقلتها لكم. النادي الاهلي محتاج طقم مدافعين، طقم كده يتجاب على الفرازه، يتنقى على الفرازه، واحد مخمخ كده شارب كوبايه الشاي بعد الفطار، يجيب لهم طقم مدافعين. اقسم بالله ده احنا ضايعين، احنا ضايعين. الدقيقه 50 يا جماعه، الكوره بتاعت امام عاشور، الرأسيه بتاعت امام عاشور، كوره يا جماعه انا رايح وش للجون، كوره مرفوعه صح، كوره تتلعب صح في الجون، في الجون. بس هرجع اقول لك امام عاشور مش محطوط في مكانه الصح، امام عاشور مش محطوط في مكانه الصح. بص في كميه بهوأه في اللعب، وكميه بهوأه في كور غلط، وحاجات بتتلعب بطريقه انا مش فاهم، والله ما فاهم. انتوا كمدربين قاعدين بره، كابتن وليد صلاح الدين، ودي نقطه انا هاجيها تاني، يعني هتكلم عليها. انتوا مش شايفين، يعني انتوا قاعدين من بره مش شايفين في مراكز للعيبه مش في مراكزها، اللعيبه بتلعب مش في اماكنها، في غباء في الملعب، وفي كوره احنا اقسم بالله، اقسم بالله. يعني لو اتكلمت على لاعب جوه النادي الاهلي والله العظيم هتقولوا انا بقطع في اللعيبه كلها، اقسم بالله. النهارده بتتكلم في مروان عثمان و يعني كور بتتقطع منه بطريقه يا جماعه، يعني مروان عثمان يا جماعه كور بتتقطع بطريقه سهله، سهله. لو لاعب قدامك بيلعب درجه، يعني اقول لك ايه، انتوا المفروض بتلعبوا درجه محترفين يا جماعه، المفروض انتوا لعيبه دوليه. كور بتتقطع بطريقه غريبه، غريبه. الف ب كوره ما تقطعش، الف ب كوره ما تقطعش، دخل على اتنين لعيبه، دخل على اتنين لعيبه يبقى وش هتقطع منك، ابوظ اللي جنبي. دي اسهل حاجه في الكوره والله، الف ب كوره كلنا لعبنا كوره وعارفين. النهارده مروان عثمان يعني حاجه في منتهى، في منتهى اللامبالاه في الملعب، انا شايفها منه. ومش هيطول في النادي الاهلي، هو مش مطول في النادي الاهلي لانه ما اداش للنادي الاهلي، واخد، يعني انا شايفه اخد فرص كتيره قوي. في لعيبه في النادي الاهلي ما خدش الفرص بتاعته. بن رمضان والكره اللي جات له جوه ال 18 في الشوط الثاني، يا عم بن رمضان ابوس ايدك وابوس رجلك، انت في حد بيحسس على الكوره؟ في حد يلعب كوره عايز تعملها ار 2 بتحسسها، بتحسس على الكوره؟ انت سبت ايه للعيبه معلش اللي هي مش دوليه؟ انا شايف والله عك يا جماعه، هقعد اتكلم على لاعب والله عك، اقسم بالله عك، اقسم بالله عك. ده انا كاتب حاجات مطلعها من المباراه والله العظيم ما تطلع لفرقتين في درجه رابعه، والله العظيم. يا جماعه عندك بطء في اللعب وطلوع بالكوره بطريقه، يعني بطء في كل حاجه، بطء في كل حاجه، بطء في كل حاجه طالعه من اللاعب، بيطلع كرة من رجله بطء، مفيش سرعه في الهجمه، بيجي لك فرص سريعه، انت مفيش خالص، مفيش خالص، اللعيبه ما بتبصش جنب بعض، ما بتعملش فرصه سريعه، ما بتعملش فرصه سريعه واحده. يعني انت تطلع بالكوره، هجمه اتقطعت من سموحه، انت اطلع بالكوره باظ اللي جنبك، اعمل انت ما بتشوفش لعب اتنين لعيبه جنب بعض ما بيعملوش يعني هجمه توحد ربنا، اقسم بالله ما في هجمه توحد ربنا. الشوط الثاني تسع فرص لسموحه وسته للاهلي في الدقيقه 58 يا جماعه، انت متخيل تسع فرص لسموحه في الدقيقه 58 وسته للاهلي؟ يعني النادي الاهلي بكيانه، بكم اللعيبه اللي جت، باللي يستر بطلبه، باللي يستر بطلبه، انت المفروض فرقه زي فرقه سموحه مع كامل احترامي النهارده بالفرقه وبالاسامي اللعيبه اللي موجوده انت تديها خمسه سته كده مرتاح. النهارده بتتكلم في اداء انتوا كلكم شفتوا اداء، والله العظيم ما لو لعيب درجه رابعه طلع يلعب في النادي الاهلي دلوقتي هيعمل اداء احسن من اللعيبه دي، والله العظيم. فين كابتن سيد عبد الحفيظ؟ يعني كابتن سيد عبد الحفيظ انت ما بتشوفش الفرقه؟ حضرتك النهارده في الاداره، حضرتك النهارده شايف الفرقه في الحاله المزريه اللي هي فيها، انتوا شايفين حاجه احنا مش شايفينها؟ كابتن سيد عبد الحفيظ احنا كنا متفائلين ان حضرتك رحت الاداره في مجلس اداره النادي الاهلي، قلنا هتعدل الميله،
كفايه يستروب كده يا كابتن سيد عبد الحفيظ، ودي رساله موجهه من جماهير النادي الاهلي كلها على ما اعتقد، يعني كله ما اعتقد ما فيش حد هيختلف معايا في الحته دي. يستروب كفايه عليه كده، مش هيدي اداء اكتر من كده، مش هيديك اكتر من كده. هو ده اخره، ده اخره، اخره مش هيديك اي حاجه، مش هيديك اي حاجه في النادي الاهلي تاني، مش هيديك اي آه، هيديك اي حاجه زياده، مش هيديك اي حاجه زياده. شكرا يا ستروب من وجهه نظري. نبدا نبص الملفات، مدربين. مش هتكلم عن كابتن وليد صلاح الدين لان مفيش جديد. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وليد صلاح الدين مش هتكلم عليه كتير لان مفيش جديد جوه فرقه النادي الاهلي. انا من وجهه نظري شكرا يا ستروب. مش عايز اقول شكرا كابتن وليد صلاح الدين، بس هيجي برضو في وقت من الاوقات النادي الاهلي هيفكر كتير قوي ان هو يغيره. للاسف كل اللي هيجي مكان كابتن سيد عبد الحفيظ على دكه النادي الاهلي هيخسر كتير، لان كابتن سيد عبد الحفيظ بجد اللي عمله مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت قبل ما يكون مع مجلس الاداره، بجد اي حد هيجي مكانه هيخسر. دلوقتي احنا الفكره كلها ان احنا عايزين نفكر، يعني النادي الاهلي دلوقتي يا جماعه محتاج ايه؟ انتوا من وجهه نظركم النادي الاهلي محتاج ايه؟ النادي الاهلي محتاج وقت عشان يبدا ينظم صفوفه تاني، ولا النادي الاهلي اللعيبه دي امتى هتنسجم مع بعض؟ النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ هياخد خطوه امتى من اللي احنا شايفينه من اداء سلبي، من لعيبه ما بتديش المردود المطلوب منها؟ كل ده انا من وجهه نظري لازم تدخل من مجلس اداره النادي الاهلي، ولازم تدخل سريع من كابتن سيد عبد الحفيظ، لان اللي احنا شايفينه دلوقتي في النادي الاهلي لا يرضي عدو ولا حبيب. واتمنى ما اكونش طولت معاكم النهارده، اتكلمنا في نقاط كتير، وان شاء الله الاهلي يفضل في الصداره، وهنشوف الماتش بتاع الزمالك اللي جاي. يا رب النادي الاهلي تكون النتيجه بتاعت الزمالك في صالح النادي الاهلي، واشوفكم على الف خير. كل سنه وانتم طيبين. سلام.